طب انت زعلان دلوقتي ليه؟ قولي زعلان ليه؟ زعلان عشان يتكلموا عليك؟ ما يتكلموا، ما هو ملقوش حاجة يتكلموا بيها عن نفسهم فاتكلموا عليك انت. متضايق ليه؟ عادي على فكرة، ما يتكلموا. هو اللي هيتكلم النهاردة تفتكر هيغير حاجة؟ هيغير حاجة في شخصيتك؟ هيغير حاجة في أفعالك قدام الناس؟ الناس دايما بتفكر باللي شايفاه، هما مش لاقيين حاجة يحكوها عن نفسهم فقرروا ان هما يتكلموا عليك. افرح، خليهم ورا ظهرك، محدش يقدر يتكلم قدامك وده المهم. ورا ظهرك عادي، سيبهم يتكلموا براحتهم، لانهم اصلا في الاساس غيرانين منك، مش عايزين لك الخير، مش لاقيين حاجة لنفسهم يتكلموا عليها فاتكلموا عليك. افرح، خدها بسبيل انك تفرح، ما تتضايقش وما تتنرفزش وما تتعصبش وتفتكر ان مفيش. هما ايه؟ ما بطلوش؟ لا مش هيبطلوا، طول ما انت ناجح مش هيبطلوا يتكلموا عليك، بس كويس انهم بيتكلموا عليك في ظهرك، لان انت قدامهم عمرهم ما يقدروا يفتحوا لسانهم. انت بالنسبة لهم نجم عالي قوي في السماء، هم مش عارفين يوصلوا. خدها كده وخد النصيحة دي مني، ما تقلقش وما تزعلش.